أهلا بيكم معانا النهاردة في كلام جديد وتقيل عن الكواليس. الدنيا ولعة في الأهلي والزمالك، يعني فترة انتقالات وقرارات بتسمع جامد. في حكايات كتير، مين ماشي ومين جاي. قصة وسام أبو علي في الأهلي والبديل بتاعه دي لوحدها موضوع. والزمالك برضه بيتحرك في السوق، وقرارات إدارية كده ممكن تغير حاجات كتير. خلينا نحاول نفهم أكتر إيه اللي بيحصل. تمام. والمهم هنا مش بس الخبر، يعني مين راح ومين جه، لا، الأهم هو الخبر ده بيقول إيه عن تفكير الناديين. كل حركة، بيع، شراء، حتى عقوبة بتدينا فكرة عن الاستراتيجية، عن التخطيط للموسم الجاي. فاهم إزاي؟ خلينا نبدأ بالأهلي طيب. كلام رحيل وسام أبو علي ده أكيد ليه تأثيره، بس الأهم بقى مين ممكن يعوضه. المعلومات بتقول في زي لستة أسماء كده. عوض وسام بنفس الكفاءة تقريبا، نفس الستايل، الحركة والسرعة. بس في كمان أسماء تانية، يعني مثلا مصطفى محمد، وده طبعا خبرة أوروبية وكل حاجة، أسامة فيصل. بس نادي طالب رقم كبير شوية، فالموضوع ممكن يكون صعب. يعني في صعوبات في صفقة أسامة فيصل؟ المبلغ المطلوب كبير. وعندك أيمن حسين مهاجم العراق، ده نوع تاني، مهاجم صندوق صريح. وحتى يوسف صالتاتش اللي كان زميله في نادي القديم. فالتنوع ده ممكن يقول إن الأهلي لسه بيفكر هل يجيبوا نفس النوعية ولا مهاجم بخصائص مختلفة، بس حاليا النعيمات هو اللي الكلام أكتر عليه. يعني مش مجرد إنه يملى مكانه خلاص، ده ممكن يغير شكل الهجوم كله؟ بالظبط كده، نوع المهاجم بيفرق جدا في طريقة اللعب اللي المدرب هيعتمد عليها الموسم الجاي. طب نروح للزمالك. كان في كلام كده لافت لنائب رئيس النادي هشام نصر، قال إن الفريق كسب الأهلي بالتشكيلة دي، والموضوع مش أسماء قد ما هو روح. إيه رأيك في النقطة دي؟ بص، هو التصريح ده مهم طبعا، بيرفع الروح المعنوية للعيبة والجماهير، وده مطلوب. وبيأكد على أهمية الروح اللي ظهرت في ماتش القمة دي، حقيقة. لكن لو بصينا للصورة الأكبر، يعني المنافسة على الدوري والأبطال، دي محتاجة قايمة قوية وعمق في التشكيلة وجودة عالية في كل مركز. ماتش واحد حتى لو قمة وكسبته مش هو المقياس لاحتياجات فريق زي الزمالك وطموحاته الكبيرة. الروح مهمة جدا، مفيش كلام، بس لازم تجيب لعيبة سوبر برضو عشان تقدر تنافس بجد على المدى الطويل. دي الأسباب اللي لازم تاخد بيها. فهمتك. طيب، وفي أخبار تانية برضو مهمة. إمام عاشور قرب يرجع للأهلي، وقرارات إدارية في الزمالك ليها صدى كبير. أكيد. رجوع إمام عاشور للأهلي قرب خلاص. ودي طبعا إضافة قوية جدا لوسط الملعب. وإن كانت المصادر بتقول ممكن ياخد وقت شوية، يعني ممكن يكون جاهز تماما على ثالث أو رابع ماتش في الدوري. وفي الزمالك القرار بتاع إدارة النادي بخصوص فتوح، الغرامة الكبيرة دي، ال1 مليون جنيه، والكلام عن احتمالية بيعه، دي مش مجرد عقوبة عادية. لا طبعا. دي رسالة واضحة وصارمة لكل الفريق، إن مفيش أي تهاون في الالتزام والانضباط. ودي سياسة الإدارة الجديدة ماشية عليها بوضوح عشان تفرض النظام. وفي المقابل الأهلي متمسك بديانج قوي وبيرفض العروض. ده ليه دلالته برضه، مش كده؟ طبعا، تمسك الأهل بديانج وتجديد عقده رغم إن كان في عروض مغرية، ده بيأكد إن المدير الجديد ريبيرو والجهاز الفني مقتنعين بيه جدا وشايفينه ركيزة أساسية في نص الملعب. دي رسالة استقرار وثقة في اللاعب وفي دوره في مشروع الفريق للمستقبل. وفي الزمالك كمان في كلام على صفقة دفاعية مهمة بتقرب، محمد إسماعيل لاعب زد. وفي الأهلي أخبار حلوة بعودة طاهر وياسر إبراهيم للتدريبات. صفقة محمد إسماعيل دي لو خلصت هتبقى إضافة مهمة قوي لدفاع الزمالك، خصوصا مع الإصابات اللي حصلت زي أحمد حسام بالصليبي، واحتمالية رحيل مدافعين زي المسلوسي أو يمكن حسام عبد المجيد لو جاله عرض كويس. الصفقة دي الكلام إنها ممكن تكلف حوالي 50 مليون جنيه بالتقسيط. أما عودة محمد طاهر وياسر إبراهيم في الأهلي، فدي بتدي رابيرو خيارات أكتر، ودي حاجة مهمة. طاهر بالذات ممكن يكون ورقة رابحة كبديل، عنده حلول. وده بيفكرنا بقيمة اللاعب الملتزم اللي ما بيعملش مشاكل زي طاهر أو زي محمد هاني. حتى لو فنيا عليهم ملاحظات أحيانا، الإدارات بتحب النوع ده من اللعيبة. تمام أوي. يبقى كده الصورة بدأت توضح أكتر. الأهلي بيجهز لتعويض وسام، والنعيمة هو الاسم الأبرز ومحافظ على ديانج. والزمالك بيحاول يقفل صفقة محمد إسماعيل في الدفاع، وبيشدد على الانضباط بقرارات قوية زي بتاعت فتوح. ده غير اللعيبة اللي راجعة من الإصابات
هنا وهنا. بالظبط كده. وده بيخلينا نفكر في نقطة مهمة للمرحلة الجاية، التوازن ده. التوازن بين إنك تفرض انضباط صارم زي اللي شفناه مع فتوح، وفي نفس الوقت تحافظ على الروح الحلوة والعلاقات الكويسة جوه أوضة اللبس، خصوصاً مع ضغط الصفقات الجديدة والأسماء الكبيرة اللي ممكن تيجي. الأندية هتعرف تدير المعادلة الصعبة دي إزاي؟ تأثيرها على المدى الطويل أكيد هيبقى كبير ومحتاج متابعة مننا كلنا. فعلا معادلة صعبة ومحتاجة إدارة واعية جدا. شكرا على المتابعة، ونتقابل في تحليل جديد قريب.